اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انتوا شايفين طبعا أكلتنا جميلة جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الطري الجميل المورق ده، زي ما انتوا شايفين كده، بالسمن البلدي، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. بصوا طري ازاي، وبصراحة كان طعمه في منتهى الجمال. عايزة اوريكم ازاي طري، وعايزة اوريكم كمان التوريقة الموجودة اللي فيه. بصوا، بمنتهى السهولة هتعملي احلى فطير مشلتت ليكي ولولادك. بصوا مورق ازاي وطري وجميل ازاي، والصورة تتحدث عن نفسها. شوية فطير مشلتت يستاهلوا بقكم. يلا يا حلوة انت وهي شمري، وندخل على المطبخ بتاعنا ونقول بسم الله، نشوف عملنا الجمال ده ازاي. المقادير بتاعتنا: نص كيلو من الدقيق، وعندي كوباية أو تلت كوباية من المية، وطبعا العجين احنا عارفين العجين على حسب ما بياخد مية، وعندي معلقة من السكر ونص معلقة ملح. هقلب كل دول الأول في المية علشان أتأكد إن السكر والملح دابوا كويس جدا جدا، وبعدين هنزل واحدة واحدة كده على الدقيق بتاعنا. والطريقة دي بصراحة بتخلي السكر والملح مش محببين معايا كده في العجينة وأنا بعجن. الأول هديهم تقليبة كده بالمعلقة، وبعدين يا حلوين احنا عارفين طبعا العجين يعني ايدك الجميلة دي عشان تحسي بملمس العجينة وانت بتعجني. أحلى حاجة في يوم العجين ده إن الواحد بيطلع كل غيظه بقى في العجينة، يفضل يعجن ويفعص فيها كده. وافتكري أي حد مضايقك ويلا يا ست الكل، طلعي كل غيظك وهمك في حتة العجين. بس هكمل أنا بقى عجن على الرخامة. بصراحة بتحكم في العجينة أكتر، وما تستعجليش في تزويد المية. الأول اعجني كويس العجينة، وبعدين شوفي هتحتاج مية ولا لأ. بصي، افتكري أي حد مضايقك وبهدلي فيه كده بالظبط. أهم حاجة في العجين بتاع الفطير إن انت تعجنيه كويس جدا، لأن عايزين العجينة بتاعتنا يبقى لها عرق. يعني ايه عرق؟ يعني تبقى ماسكة نفسها كده وتمط معاكي لما تيجي تفردي العجين، ما تتقطعش منك. اعجني كويس، اقل حاجة تعجني من 7 ل10 دقايق كده واحنا بنعجن، ونتأكد ان العجينة بقت ايه، بقت كويسة جدا. وزي ما قلت لك كل ما هتعجني كل ما العجينة هيبقى لها عرق ومش هتتقطع معاكي في الفرد. بصوا، راحة نفسية. تمام التمام. بصوا، هسيبها بقى تستريح شوية، بس هحط يدوب زيت كده عشان ما تلزقش، وهسيبها تستريح شوية. اهم حاجة في العجينة بتاعة الفطير برضو ان انا بسيبها تستريح خالص عشان تفرد معايا وما تضايقنيش في الفرد وتلم تاني. بصوا هنا بعد ما استريحت بقى، سبتها تقريبا حوالي ساعة. خلصت حاجة في البيت كانت ورايا ورجعت لها تاني. بس هرش رشة دقيق كده عشان ما تلزقش، وممكن تحطي كمان زيت، بس الدقيق بصراحة ساعد معايا في الفرد اكتر. وهفرد بقى كل العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. وشايفين قد ايه العجينة بتفرد معايا بمنتهى السهولة. بصوا، لكن لو عجينة ما تستريحتش معاكي، بتلاقي العجينة وانت بتفرديها كده ترجع تاني وتلم تاني. زي ما قلت لكم اهم حاجة ان انا اسيب العجينة تستريح شوية. وطبعا العجن عشان العجين يبقى له عرق، ونوع الدقيق طبعا اهم حاجة في الموضوع. احنا بنستخدم دقيق جميع الاغراض، استخدام جميع الاغراض. بس ببدأ افرد كده زي ما انتوا شايفين، واتأكد ان كل حتة مفروضة، مفيش حتة سميكة من كل الاطراف. واهم حاجة الاطراف عندك دايما بتبقى تخينة، تيجي عند الاطراف كده بالظبط، يبقى من جوه لبره. تلاقي العجينة فردت معاكي وبقت حاجة عظمة عظمة عظمة. هنا بقى انا كنت محضرة، بصوا،
بظبط كده العجينة بتاعتي عشان تاخد، لانها فردت معايا كمان، خدت ما شاء الله، خدت تقريبا نص الرخامة كده مني. فانا بوسع مكان عشان اكمل فرد زي ما انتوا شايفين. بس دي سمنة بلدي، انا كنت مسيحاها بس بصراحة من الساعة كانت نشفت. هبدأ ان انا افرد بقى السمنة البلدي بتاعتي دي كلها على العجينة كلها. كل حتة لازم احط فيها سمنة بلدي. ممكن تحطي بقى سمنة انتي من النوع اللي انت تحبيه، بس بصراحة هو بالسمنة البلدي بيبقى اطعم كتير واحلى كتير. بس وهبدأ بقى الف العجينة بتاعتي دي رول كده زي ما انتوا شايفين. والرول ده هو اللي بيخلي العجينة مورقة معايا بمنتهى السهولة. بصوا لفتها كلها كده رول اهي. كده كل الزبدة بقى اللي انا حطيتها جوه، ولفيت العجينة بتاعتي خلاص الرول ده. وهلفها بقى واسيبها تستريح شوية. بس الاول انا عايزة اقصها. انا كنت هنا محتارة مش عارفة اقصها بقى اقطعها حتت، ولا قلت في الاخر هنعمل ايه، نعمل فطيرتين كبار وخلاص، بدل ما نعمل كذا فطيرة صغيرة هنعمل فطيرتين بقى وخلاص، يبقوا كبار كده وحلوين. ادي اول واحدة وادي تاني واحدة. بعد بقى العجن اللي انا عجنته فيهم ده هسيبها بقى تستريح تاني شوية، وهرجع لها تاني برضه نص ساعة كده وترجع لي العجينة تاني. بس كده العجينة ارتاحت معايا ورجعت لها تاني. حطيت بقى شوية زيت على الرخامة، وهبدأ ان انا افرد العجينة بتاعتي. بصي، والعجينة طالما بترتاح كده بتفرد معاكي على طول. بصوا فردت معايا في منتهى السهولة اهي، من جوه لبره، عشان كمان تموتي الاطراف دي ما تبقاش عندك اطراف تخينة. هفرد بقى في العجينة دي على قد ما اقدر لحد ما تكبر خالص وتبقى رقيقة خالص خالص. خليكم معايا كده وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا بفرد. يوم العجين ده احلى يوم بصراحة، يبقى يوم خير وبركة. ولادك يصحوا من النوم بقى يلاقوك عامله لهم احلى فطير مشلتت يفطروا بيه، مع شويه عسل وشويه جبنه قديمه كده، واكله في منتهى الجمال. بصوا انا عماله بفرد في الحروف ازاي، لان حرف العجينه دايما هو اللي بيبقى تخين بقى معاكي شويه. افردي في العجينه، والعجينه لا اتقطعت ولا ردت تاني ولا اتلمت تاني ولا اي حاجه، بالعكس بقت تتفرد معاكي زي الفل اهي. بفرد قوي، وكمان شوية بفرد بالفرادة دي، وكمان شوية انا بصوا بعمل بايدي كده وبتفرد معايا العجينة كمان وبتاخد. بصوا ما تقطعتش ولا اي حاجة. وحتى لو العجينة اتقطعت منك وانت بتعملي ما تقلقيش خالص يا ست الكل، من كل ناحية وباخد من الاطراف زي ما قلتلك. دايما تخني العجينة بيبقى في الاطراف بتاعتها، فانت رققي على قد ما تقدري كمان في الاطراف، ما تخليش حاجة تخينة. بفرد وبرقق بقى في العجينة كده. والحاجات التخينة اللي عندي دي انا شلتها، لان دي اللي بتبقى بعد كده عجينة تخينة في الفطيرة، انا مش محتاجاها. طب انا هرميها؟ لا طبعا، انا حطيتها مع الفطيرة التانية وعجنتها معاها. بس كده الفطيرة بتاعتي اتفردت وبقت زي الفل اهي. بصوا هبدأ بقى ان انا اطبقها كده، ومع كل تطبيقة هرجع تاني احط سمنة بلدي. بصوا انا بحط بقى مع كل تطبيقة كده سمنة بلدي، شايفين؟ بس واطبقها بقى كده زي الظرف، وهلمها في الاخر عشان تبقى كرة زي الفل. بصوا لم بقى كل ده، هتبقى كورة مدورة جاهزة معايا. هسيبها برضو تستريح شوية عقبال ما اظبط التانية. هنا خلاص بقى استريحت، وبص بتفرد معاكي ازاي في الصينية، ما بترجعش تاني ولا اي حاجة، لان العجينة معجونة كويس وكمان مرتاحة في العجين كويس جدا. بصوا انا هنا جبت صينيتين وفردت اول فطيرة في الصينية زي ما انتوا شايفين.
ومش برقق قوي الفطيرة عشان ما تنشفش مني في الفرن. ممكن ممكن الفطير تسويه على البوتاجاز، ممكن كمان تسويه في الفرن. كده انا حطيت الفطيرتين، وكمان العجينة الصغيرة اللي فضلت مني عملت منها صينية صغيرة كده تالتة. وهاجي هنا بقى وش اللبن او القشطة اللي انا كنت محوشاه في الفريزر، دهنت بقى وش الفطير بيه. هيخلي وش الفطير بقى جميل، وبيديله لون ذهبي كده في منتهى الجمال. انا عملت الحركة دي قبل ما ادخله الفرن، وعملتها كمان بعد ما دخلته من الفرن، عشان يخلي الفطير بتاعي طري ولذيذ وطعمه في منتهى الجمال. بس هدخل الفطير بتاعي بقى الفرن زي ما انتوا شايفين. وبصوا الفقاقيع اللي بتطلع والهواء اللي بيطلع ده بيدل ان العجينة بتاعتي كده في منتهى الجمال، والفطير هيطلع مورق وجميل. بس كده. عايزة اوريكم شوية كمان لما بدأ يحمر في الفرن. بصوا بدأ اللون بقى ياخد لون الذهب الجميل اللي احنا عارفينه، واللي ساعد على اللون ده السمنة والقشطة اللي احنا حطيناها على وش على وش الفطير. تمام التمام. عايزة اقول لكم ان هو كان في منتهى الجمال وطري جدا. بصوا كمان من تحت بدأ ياخد اللون الذهبي الجميل كمان. وخلاص انا كده فاضل لي تكاية صغيرة وثواني وهطلعه زي الفل. طلعت الفطير، واول ما طلع الفطير من الفرن وهو سخن كده على طول جبت بقى قشطه، وبدات ان انا احط على الوش كده بتاعه قشطه. زي ما قلت لكم هيخلي الوش بتاع الفطير بتاعي طري وجميل ومش ناشف خالص. ادي اول واحده حطيت لها، وبصوا على طول الفطير بيشربه وبتسيح على وش الفطيره. فطير كده مكلف بقى، مش زي فطير الافران اللي احنا بنجيبه بيبقى عامل زي الاستك ملهوش طعم. لا، حاجة انت عاملاها في بيتك ومضمونة وزي الفل. ادي الفطيرة التانية طلعت، حطيتها على اختها ونفس الكلام. جبت القشطة بتاعتي وعلى وش الفطيرة وهي سخنة زي الفل. بصوا لون الفطير بقى جميل وذهب ازاي. هغطي بقى كل الكلام ده كده واسيبه شوية لحد ما ياخد ويدي كده مع نفسه، ويتشرب كل القشطة اللي احنا حطيناها دي، ويطرى ويبقى في منتهى الجمال. بصوا بقى حطيناه على السفرة بتاعتنا. يعني شوية الفطير العسل اللي انتوا شايفينهم دول مع البيض والجبنة القريش والجبنة القديمة، كانت أكلة عظمة عظمة عظمة. بنص كيلو من الدقيق عملتي أحلى فطير مشلتت ومضمون لولادك، تفطروا بيه أو تتغدوا أو كمان حتى تتعشوا. حاجة كده كانت في منتهى الجمال. عايزة اوريكم كمان لونه الذهبي الجميل والتوريقة اللي انتوا شايفينها دي من التطبيق من الرول اللي احنا عملناه. بفكركم بالاشتراك بالقناة، وما تنسوش يا حبايبي اللايك. بصوا اتشجعي بقى كده وجربيه، واعملي احلى فطير مشلتت لولادك، واطعم فطير هتعمليه. عايزه اوريكم كمان التوريقه بتاعته الجميله. بصوا جميل ومستوي من جوه، ولونه ذهبي وخطير من بره، وحاجه كده عظمه عظمه عظمه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان اللايك الجميل اللي بيشجعني. اشوفكم في وصفات جديده مع رنوشه. مع السلامه.